السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أتكلم عن أفضل 7 عطور تشتغل بيهم في مجال العطور، تبدأ بيهم مشروعك، ويكتفي في البداية إن أنت ممكن تبدأ بيهم بس، وبعد كده تبدأ في التطوير وتجيب أنواع جديدة. أول نوع عطري، ونوع كل الناس بتحبه وجميل جدا وريحته منعشة جدا وينفع لفصل الصيف والربيع، تحطه الصبح أو بالليل. الانفيكتوس. انفيكتوس ريحته جميلة جدا ومنعش، والنوتة بتاعته تابلية، ريحتها جميلة ومنعشة، بتحسسك ان انت بترش حاجة كده بتفرحك بتبسطك. وينفع انك تستخدمه في المناسبات، في الافراح وعيد الميلاد، وانك تروح بيه الشغل. نوع تاني برضو من افضل العطور من وجهة نظري الاكوا دي جي. اكوا دي جي طبعا في انواع، في الابسولوتلي، في المورفوندو، في اكوا دي جي، اودي بورفيوم وهكذا. اكوا دي جي من اجمل العطور اللي انا استخدمتها على الاطلاق. هو بس الحاجه اللي تؤخذ عليه ان هو برفان من الانواع اللي نفاذيتها متوسطه، او تحس ان هو خفيف، منعش خفيف زي لاكوست وايت كده بالظبط. برفان جميل جدا. النوتة بتاعته فيها خيار ونعناع وتوابل وسمسك. برفان جميل جدا، تحب تحطه في الصيف وبيبقى منعش جدا. يعني انت لو رايح مصيف او كده تستخدمه، بيبقى جميل جدا وبيديك شكل، بيديك ذكرى حلوه مع البرفان، وبيديك اجواء جميله جدا. بتحس ان انت بتفتكر المصيف بالبرفان اللي انت بتحطه. تالت نوع، ويمكن من اجمل العطور برضو اللي تنضم في هذه المجموعه العطريه، هو برفان سوفاج. برفان السوفاج يمكن من جماله وقوته ومن المكونات بتاعته اللي هي ممكن اساسيه، البرغموت والليمون والبرتقال والحاجات ديت. البرغموت قصدي، والليمون والعيله ديت، والاتجاه العطري ده. برفان سوفاج بينفع حريمي، وبينفع رجالي، وبينفع الاطفال. وريحته من اتخاذ ريحته منعشه جدا وريحته حلوه، انه ينفع يستخدمه صيف وشتاء. بعيدا عن ذلك برضه، ان هو من الروايح اللي تحس ان هي خفيفه وتقيله في الفوحان. خفيفه في الريحه، وتقيله جدا في الفوحان. لان هو طبعا مش بيحتوي على جلود او اعواد او كده، بس اتجاهه العطري جميل وينفع معاك في جميع المناسبات. ويمكن ده من العطور اللي لو تبدا اي مشروع عطور لازم تخليه عندك، لازم، وبكميه كبيره، ان الناس كتير بتحتاجه. رابع نوع، عود بوكيه. عود بوكيه من افضل الاعواد المطلوبه في مصر حاليا، واللي رائحته جميله جدا جدا وثباته عالي جدا، وبيديك ثبات وفوحان واتجاه عالي جدا. ويمكن اغلب الشركات اللي صنعت هذا العطر عود بوكيه قدرت توصل للتطابق بتاعه بتاع شركته الاصليه بتاعت العود. من افضل العطور في الاعواد عود بوكيه. طبعا لما نقول عود بوكيه طبعا مش هننسى ان احنا نقول روز فانيليا، برضو داخله في نفس البيت بتاع الاعواد، او داخله في نفس بيت الاتجاه العطري. ان روز فانيليا برفان سكسي، ممكن تستخدمه حريمي ورجالي، وبيحتوي على نقطة الفانيليا وبعض النقطات الأخرى. ريحته جميلة جدا، ومفيش حد جربه إلا عجبه. برضه ده نوع ما تستغناش عنه وانت فاتح محل عطور وبتشتغل بيه. وعندي طبعا نوع ده برضه برشحه للحريمي، الميد نايت. الميد نايت الحريمي ريحته جميلة جدا، ومن اكتر البرفانات اللي كان بيجي لي وكنت بستعجب رجاله عايزين يركبوا منه ازاز، فاقول لهم ده حريمي، بيقول لي بس هو عاجبني. وبتحس ان هو برفان. انا بفتكر او وصفي عنه ان هو برفان الاجواء الليليه الجميله. ان انت مثلا وانت خارج بالليل، مثلا رايح تقعد على النيل، رايح تقعد على كافيه، بتشم ريحه عطريه مميزه وجميله. عطر فعلا بيضيف للواحد اللي بيحطه. ولما بيبقى حد بيحطه ما بيعرفش يغيره. ويمكن انا كنت عملاء، كنت يعني مثلا بجيب لهم منتجات عطريه اخرى في انواع نيش، في انواع اعواد، اقول لهم مثلا جربوها، يقول لك لا، انا النوع ده اكنه كتب عقد مع النوع دوت ان انا مش هستخدم غيره. النوع التاني اللي برضو ما ينفعش تفتح محل عطور الا لما يبقى عندك
او انت تستخدمه هو الاكوا مان بلغاري. من اهم العطور القويه اللي ريحتها وفيها طبعا الجوز الهند والفانيليا والاتجاه دوت. جوز الهند عالي جدا فيها. من افضل العطور ويمكن من افخم العطور. وما تلاقيش مثلا حد مهندس او ضابط او وزير حتى ما استخدمش العطر. برفان قمه الشياكه، عامل زي الباي جيفنجي برضه. باي جيفنجي هو برفان شتوي برضه برشحه. بس الباي جيفنجي ذوق الناس عليه مش كل الناس بتحبه، لانه في سنه تقل وفي جلود وفي يعني في حته كده ان ايه، آه، التقل والخشانه العطريه فيه بتخلي ناس معينه جدا اللي بيحطوه، لان ده ذوق معين. بس الاكوا بلغاري لو استخدمته انت سواء واحد بتحب البرفانات التقيله او الخفيفه المنعشه، برضو ايه هتحبه جدا، انه برفان جميل جدا. الحاجه التانيه فهرنهايت، برضو نفس اتجاه او شبيه جدا من الاكوا بلغاري. فهرنهايت من العطور القديمه جدا، ويمكن من استخدام النوتة بتاعته والجوز الهند والريحة بتاعته الفانيليا والبرفان ده بتديله قوة وقاعدة في انه يبقى ثابت وفواح في نفس الوقت. فهي دي القصة. البرفان ده مميز جدا، اتمنى تستخدموا العطور ديت. وطبعا احنا كده تقريبا قلنا 10 او 11 مش متذكر، بس العطور دي مهمة جدا وجميلة جدا، هتعجب اي حد يشتغل. اي حد هيشتغل في العطور او لو انت استخدمتهم. لو اشتغلت في العطور دولت لازم تستخدم ال10 دولت، ومش لازم ده اساسي يبقى عندك، لان محل العطور لازم يبقى عنده افضل الاتجاهات العطريه المطلوبه في السوق واللي الناس بتحبها. ما تروحش مثلا تشتري حاجات غريبه، يعني ما تروحش تشتري مثلا 50 صنف نيش وتشكل مثلا 50 صنف غربي. لا، ديت الانواع الاساسيه. طبعا نضيف على ذلك عود ابيض سلطان العطور، من افضل العطور الفواحه والثابت وعاليه الثبات، وفيها جاذبيه عاليه جدا، وبتدي اتجاه منعش وشكل منعش جدا، وبتبقى جميله جدا لما تستخدمها سواء صيف او شتاء. اتمنى الفيديو ده يعجبكم، تجربوا بالذات العود الابيض، ورب تشوفوا التجربه بتاعتكم تعجبكم يا رب ان شاء الله. اتمنى الاشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس. دي بعض النصائح العطريه في مجال تجاره العطور. اتمنى تاخدوا خطوات كويسه في ان انتوا تشوفوا العطور ديت، ويا رب تعجبكم. والسلام عليكم.